السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين واحسن صحة واحسن حال. نفسك في كباب حلة واللحمة غالية؟ يلا هنعمله بحاجة جميلة ومش هتكلفه غير 120 جنيه بالظبط. هنعمله بايه؟ هنعمله باوراق فراخ. انا كان عندي فراخ اوراق، يعني فراخ مخليه. كنت هعملها حمام كداب ورجعت في كلامي، فرحت خليها بقى من الجلد وكده وقطعتها زي قطع شيش طاووق كده بس اكبر شويه. تمام. هنا عملت ايه؟ دول كانوا ما شاء الله كيلو ونص، حوالي بالظبط 5 اوراق. حطيت سمنه بلدي، الحله سخنت كويس جدا، ونزلت بقى بالفراخ زي ما انتم شايفين، اديها صدمه كويسه جدا 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 وتغير لونها. انزل برشه فلفل اسمر، ودي تركايه مهمه جدا جدا مع الفراخ في الاول، بتخلي ريحه الفراخ اللهم بارك خطيره. تمام. وهنا دوت كان بصل احمر على ابيض، كان الموجود عندي يعني حوالي بالظبط 4 بصلات كبار او 5، مش فاكره قوي بصراحه. قطعتهم زي ما انتم شايفين مكعبات، التقطيع اللي انت حباه، حابه تخرطيهم قطع صغيره براحتك، حابه تقطعيهم جوليان براحتك. زودت فلفل اسمر، زودت ملح، مكعب مرقه، ورشه حبهان وورق لورا بودر يعني طحناهم، رشه قرفه، ورشه يعني من كل حاجه معلقه مثلا، فاهميني؟ آه وديت سنة كزبرة صغننة جدا. وقلبي بقى كل المكونات ديت وشمي احلى ريحة ممكن تشميها، بجد كان طعمه خطير جدا. كان خفيف على المعدة، الكباب الحلة بتاع الفراخ ده خفيف على المعدة جدا للناس اللي عندهم سوء هضم. اللحمة الحمراء بتبقى تقيلة في الهضم اصلا عامة، اللي هي اللحمه البقري يعني والجاموسي وكده. فالوصفه دي كانت تحفه. هنا طبعا رشينا 7 بهارات. طبعا التوابل اللي انت حابه تحطيه حطيه، حابه تزودي حاجه براحتك. يعني انا بديكوا الوصفه زي ما انا ما عملتها، حابه تعدلي فيها، كل بتعملي حسب ما انت حابه، يعني حسب ما بيتك اللي عندك في البيت بيحب ايه. هنا بشرة طماطم، ودي يعني اساسيه، طماطميه كبيره كده بشرتها، ونزلت برشه سكر صغيره بس عشان ما يبقاش في حموضه، بس الطماطميه بتديها تسكيره خطيره اللهم بارك. هنا بقى قلبتها وسبتها، ما ضفتش اي ميه. البصل نزل ميته بالطماطم والفراخ، كل المكونات نزلت السوائل بتاعتها، قلبتها كويس. وهنا كنت مقطعه بطاطس مكعبات وحمرتها. ليه حمرتها؟ عشان تبقى واخده كفر كويس، ما تنشيش في الحله، يعني ما تنشيش مع كباب الحله. لو عاملاها نيه زي ما هي، اللحمه يعتبر لو حطيتها يعني زي ما هي نيه هتبقى مسلوقه، انتوا فاهميني؟ فهتنزل النشا، النشا بتاعتها في الحله، فاهميني انا قصدي ايه؟ حمرتها عشان تبقى واخده كفر كده وتبقى متماسكه ويبقى طعمها حلو. حطيت معلقه كبيره ورشستر صوص، ممكن تستغني عنه، ممكن تحطي معلقه صويا صوص المتاح، بس بصراحه هو ادى تدخينه كده وطعم حلو قوي. زودت شويه ميه، وزي ما انتم شايفينه بصوا خطير 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 اللهم بارك. الفراخ مستويه، البطاطس مستويه ودايبه وفي نفس الوقت متماسكه. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.